يا شباب اخباركم ايه؟ معاكم عبد الرحمن ماهر من قناه عيون الجمهور. النهارده هنتكلم موضوع مهم جدا شاغل الصفحات بتاعت الزمالك وبتاعت النادي الاهلي. تمام؟ النادي الزمالك بيتكلم عن ابن المدلل للكاف وللفيفا والكره المصريه والكلام ده كله. ليه بقى؟ عشان بيأجلوا ماتشات في الدوري، 6 ماتشات او 5 ماتشات عشان يلعب في كاس العالم ويلعب في افريقيا، بعيدا عن كل الدوريات الثانيه اللي بينافسها النادي الاهلي اللي هي مكمله برضه في الدوريات بتاعتها، وان احنا متاخرين من العالم كله بيخلص الدوري بتاعه، من مصر الوحيده اللي لسه شغاله في الدوري بتاعها. ليه؟ عشان النادي الاهلي الوحيد اللي لسه متاجله ماتشات. تمام؟ انا بقى اقول لك بطريقه علميه، النادي الاهلي مشارك في جميع البطولات، كاس السوبر وكاس مصر وكاس الافريقيه، ولما بيخلص بيروح كاس العالم. هنا عندك مجهود بدني ومجهود، هنا السفر، بيسافر من بلد لبلد لبلد وبيخلص بيقابل الفرقه دي بتخطيط فلاني والفرقه دي بتخطيط فلاني، ومحتاج تدريبات عشان يعرف يشتغل على الفرقه ديت. الفرقه دي بتلعب دفاع، الفرقه ديت عندها خط نص حلو، الفرقه ديت عندها هجوم حلو. لازم يشتغل على الحاجات ديت، لازم يتدرب قبلها فتره عشان يعرف يواجه ده وده وده وده. تمام؟ هنا لما بيخلص الافريقيه بيعمل ايه؟ النادي الاهلي بيستريح؟ لا، ده بيجي هنا كل 3 ايام او كل يومين ماتش 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 عشان يبدا يخلص. وبرضه مش هيريح، ليه؟ عنده كاس عالم وعنده كذا حاجه داخل فيها. فهنا ما تجيش تقول بقى لابن المدلل ومش لابن المدلل، وده برضه داخل في مليون حاجه. برضه انت كزمالك لما بتخش في افريقيه او دخلت اصلا لو دخلت كاس العالم، هتعرف ازاي هو عنده الضغط الماتشات دي كلها، وازاي ان هو ما بيقدرش يستعد بدنيا لكل ماتش ولازم يأجله دوريات عشان يعرف يلاعب بره. تمام؟ دي الحاجه الثانيه، النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي دايما بيتكلم ان اشاره الكابتنه المفروض ياخدها علي معلول لجميع المجهودات بتاعته. حلو، المدرب قرر امبارح رد عليهم لما كان بعد ماتش انبي، لما عمل تصريح قال لك يا جماعه ما ينفعش انا ادي دوت ودوت ودوت على حسب مزاجي، في قوانين لازم امشي عليها في اداره النادي الاهلي. ما ينفعش انا اقول ده بيلعب حلو خد اشاره الكابتنه، لا، ده في هنا تسلسل لازم نتبعه، في ناس اقدم منه، في ناس بيخش معاها. تمام؟ فعجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وفعل زر الجرس، والسلام.